الباص يلا يا عبطالين. خد يلا يا سحبول. خد يلا يا مان. خد يا عبقرين. الله عليك يلا يا مالك انت وسحبول، احنا اتطلبنا كويس قوي النهارده. طب يلا نكمل تدريبات يلا يا عبطالين. استنى كده شوف الساعه كام. يا نهار اسود، الساعه بقت عاصله يلا يا سحبول. احنا لازم نروح دلوقتي ننام عشان نصحى بكره فايقين للماتش. ان شاء الله يلا يا عبطالين، احنا اللي هنكسب بطله وهنوصل للنهائي وهناخد الطاوله وناخد الكاس. بس فريق الولد اللي هيلعبنا بكره ده جامد قوي. كامت على نفسه، احنا هنبقى اجمد منهم وهنكسبهم. ان شاء الله يلا يا عبطالينو، احنا اللي هناخد الكاس ده بتاعنا. اسم يلا بينا بقى علشان نروح ننام عشان نكون فايقين بكره في الماتش، وهو حد فيكم يلوح عليه نوم الساعه 7 تكونوا واقفين في السلع عشان الباص بتاع المدرسه. حاضر يلا يا عبقرين. قاتل يلا يا عبطالين. يلا سلام. سلام. انتوا بقى فكركم ان انتوا تقدروا تكسبوا فريق ميدو؟ انسوا، انا اللي هكسب واخد دولة المدرسة دي، انا هوليكم. يوم الماتش. يا ماما يا ماما يا ماما. عبقرينو غريبة يعني انا عبقرينو صح النهارده لوحدك بدري عشان المدرسة، ما كل يوم بتطلع عيني عشان اصحيك. عشان النهارده يوم مش عادي يا ماما. يوم مش عادي ازاي يعني؟ ليه النهارده ايه؟ النهارده يوم ماتش نص النهائي بتاع الدولة بتاع المدرسة يا ماما، ولو كسبت انا والفرقة بتاعتي هنروح النهائي ونكسب وناخد الكاس. يا دي الكرة اللي لحست دماغك دي يالا يا عبقرينو. ادعي لي يا ماما اكسب النهارده بقى في الماتش. ماشي يالا يا عبقرينو هدعي لك، بس بقول لك ايه؟ اوعى الكرة دي تلهيك عن دراستك ومذاكرتك، انا بقول لك اهو. عيب عليك يا ماما، عبقرينو مركز في كل حاجة. ماشي يا عبقرينو، انا جهزت لك شنطتك اهو وحطيت لك فيها كتبك وسندوتشاتك ومصروفك. شكرا يا ماما يا حبيبتي. يلا خش غير هدومك عشان ما تتاخرش على الباص. حاضر يا ماما طيار. قوليني بقى يلا يا عبقرينو، هتيجي ازاي انت والفريق بتاعك في ميعاد الماتش؟ انا بقى هخرم فلتة الكاوتش بتاعت الباص عشان يتاخر عليكم وما تروحوش الماتش في ميعاده، وانا وفريق اللي نكسب الماتش والحكم يصفر وانتوا تخسروا. كده بقى انا مهمتي انتهت، يا دوب بقى الحق اروح الماتش عشان اكسبه انا وفريق. هو الباص ما جاش في الميعاد النهارده ليه؟ انا بنزل كل يوم الاقي واقف مستنيني هنا. هو الباص ما جاش لنا لحد دلوقتي، كده هتأخر على الماتش. الماتش زمان هيبدأ والباص اتأخر قوي، اعمل ايه دلوقتي؟ يا ماما يا ماما. هلا يا عبقرينو، انت لسه واقف عندك لو ما رحتش المدرسه لحد دلوقتي؟ الباص بتاع المدرسه ما جاش يا ماما. الباص ما جاش ازاي يعني؟ ده المفروض يكون هنا من 10 دقايق فاتوا. مش عارف يا ماما، انا واقف من ساعه ما نزلت وما فيش حاجه كده. طب استنى يلا يا عبقرينو، هرن على عم مفتاح سواق الباص اشوفه فين اهو. بس بسرعه والنبي يا ماما عشان اتاخرت على الماتش. ماشي يلا يا عبقرينو برن اهو. الو مين معايا؟ انت فين يا عم مفتاح؟ ما جاتش تاخد الورقه عبقرينو بالباص عشان المدرسه. مين معايا؟ الله يخرب بيت امك، هتقعد تقول لي مين؟ انا ام عبقرينو يا راجل، انت ما جاتش بالباص ليه؟ ايوه ام عبقرينو، الباص فردة الكاوتش بتاعته اتخرمت واخدها وراح لبتاع الكاوتش عشان اعملها. قدامي نص ساعه وهاجي اخد العيال للمدرسه. ماشي يا عم مفتاح، سلام. ها يا ماما، قال لك ايه؟ بيقول الكاوتش بتاع الباص اتخرم وهو راح يعمله قدامه نص ساعه وهيجي ياخدك يلا يا عبقرينو. يا نهار اسود، نص ساعه بس يا ماما؟ ده الماتش فاضل على ربع ساعه ويبدا، ولو ما رحت انا والفرقه بتاعتي هنبقى كده خسرنا. انا عامل لك ايه يا عبقرينو؟ اترزع عندك هنا استناه لحد ما يجي بقى. حاضر يا ماما. ده الواد ميتو اللي هيلاعبنا النهارده بيلن عليا، اكيد بيلن عليا يشوفني ما جيتش الماتش ليه.
اما قول لي الحكم ان انا هتاخر شويه وياكل الماتش وما يبداش لحد ما اجي. الو. ايه يالا يا عبطالينو، لسه ربع ساعه على الماتش ما جيتش ليه؟ الباص بتاع المدرسه عطلان يالا يا ميتو، وقدامه نص ساعه ما يتصلح ويكلم. قول لي الحكم يستنى نص ساعه وما يبداش الماتش الا مكانه في الايد. نص ساعه ايه يا عبطالينو؟ هي ربع ساعه، ولو ما جيتش يبقى انت خسرت، وانا وفرقتي اللي هنبقى كسبنا وهنروح النهائي وناخد الكاس. اللي انت بتقوله ده يالا يا ميتو. بقول لك فلتة الكاوتش بتاعت الباص هي اللي باظت، وعم مفتاح السواق بيعملها. انا مالي انا وفي الايدي. ما انا اللي بوظت فلتة التاوتش بتاعت الباص يا عبطالينو. يلا مبروك عليك الخساره مقدما، سلام. يا ميتو يا خساس، عاوز تكسب الماتش بالظلم. انا لازم اروح المدرسه دلوقتي قبل ما الماتش يبدا، انا والفرقه بتاعتي. اعمل ايه؟ افتح علينا رزاق يا كريم، لم علينا عبيدك يا رب. انا عارف ان ما ينفعش اعمل كده، بس ما فيش قدامي حل تاني. يلا بينا. صح، انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه. يلا يا اخواتي حبايبي، عاوز كل اللي بيشوف الفيديو ده ينزل دلوقتي يشترك في القناه، مش مشترك في القناه ويعمل لايك للفيديو ده، نوصله لحد 100,000 لايك. مش بس كده، مسابقه الفيديو اللي فات سايبها لكم في اخر الفيديو ده، اسم اللي كسب، وطبعا هياخد الكاسه بتاعته. وعامل لكم مسابقه قويه جدا 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 في اخر الفيديو ده، فتكملوا الفيديو لاخر ثانيه عشان كلكم ان شاء الله هتكسبوا. بحبكم، لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس. بيمشي ازاي ده؟ اكيد بيمشي من هنا. ايه ده؟ الميكروباص بيمشي لوحده. الميكروباص بتاع حرام. ده حرام. الميكروباص هنا. الميكروباص. ساعة واقف لحد ما دماغي مسحت في الشمس والباص اللي تمتاس. انا هطلع البيت انام تاني بقى. ولا يا سعبولة. ايه ده؟ عبطالينو؟ يلا يا سعبولة، تعالى اركب معايا بسرعة. اركب ايه يا عبطالينو؟ انت جبت الميكروباص ده منين؟ واتوبيس المدرسة ما جاش ليه؟ مش وقته يا سعبولة، تعالى اركب معايا بسرعة اول عشان نلحق الماتش في المدرسة، وهفهمك كل حاجة في الطريق. هات يا عبطالينو. بس يا سعبولة، هو ده كل اللي حصل. يا ميتو يا ابن الخساسة، عاوز يكسب الماتش بالظلم. ايوه يا سعبولة. طب انت جبت الميكروباص ده منين يا عبطالينو؟ سرقته يا سعبولة. ايه؟ سرق الميكروباص يا عبطالينو؟ كنت عاوز نعمل ايه يعني يا سعبولة؟ ما الماتش كان هيروح علينا وهنخسر ظلم. طب احنا رايحين على فين دلوقتي؟ رايحين نجيب الواد مالك من عند بيته ونطلع على المدرسة على طول عشان نلحق الماتش قبل ما يبدأ، ما عادش وقت. طب بسرعة يا عبطالينو، ما عادش فترة الا 5 دقايق والماتش يبدأ. حاضر. الباص شكله مش جاي النهارده، اما اطلع البيت تاني. يلا يا مالك، انت يلا يا مالك. ايه ده؟ زعبولة معكرنا؟ يلا يا مالك، تعالى اركب بسرعة. هنروح على فين يلا يا عبقرين؟ والميكروباص ده؟ مش وقت يلا يا مالك، تعالى اركب وهنفهمك كل حاجة في الطريق. حاضر. فاضل دقيقة وفريق الولا عبطالينو لسه ما جاش، يعني خلاص كده هم هيخسروا وانا وفريق اللي هنكسب.
ميعاد الماتش جه، ومفيش الا فرقه واحده بس هي اللي جت. معنى كده الفرقه التانيه منسحبه، والفرقه اللي كسبت هي فرقه ميدو. احنا مش منسحبين، احنا وصلنا في الميعاد وهنلعب ونكسب الماتش كمان. ايه ده؟ الولع عبطلينهم في لقيتوا ايدهم؟ ايوه يا ميتو يا خساس، يلا ورينا نفسك في الماتش بقى انت والفرقه بتاعتك. حضرة الظابط، هو ده الواد اللي سرق مني الميكروباص بتاعي. يا نهار اسود، هو ده اللي ما كنتش عامل حساب.